صوت إريتريا الديمقراطية، صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. متابعي صوت إريتريا الديمقراطية، أسعد الله أوقاتكم. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية ونقدم لحضراتكم برنامج اليوم، والذي يتضمن نشرة الأخبار، مساحة حرة، وفقرة منوعات. ونستهل البرنامج بنشرة الأخبار، وإليكم العناوين. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تستأنف مهامها في معسكرات اللاجئين بإقليم تيغراي. الاتحاد الأوروبي يعلق دعم ميزانية إثيوبيا. الصومال ينفي مشاركة قواته في حرب تيغراي. والسودان لا يستبعد اللجوء لتقديم الشكوى ضد إثيوبيا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها عبر صوت إريتريا الديمقراطية. استأنفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نشاطها في إقليم تيغراي الإثيوبي بشكل جزئي بعد هدوء أوضاع الحرب هناك. وذكر تقرير صادر من المفوضية في 19 من يناير الحالي أنها وصلت مجددا إلى مخيمي عد حروش ومايعيني للاجئين في تيغراي الذي يقطنه لاجئون إريتريون، لكنها وجدت اللاجئين وهم في أمس الحاجة للإمدادات والخدمات العاجلة بسبب غياب المنظمة الأممية التي انسحبت قبل نحو شهرين بسبب الحرب. وقد قادت المفوضية أول مهمة عمل إنسانية إلى مخيمي مايعيني وعد حروش للاجئين منذ اندلاع النزاع في نوفمبر، بعد أن منحت السلطات الإثيوبية إمكانية الوصول لمرة واحدة لإجراء تقييم للاحتياجات. ووجد التقييم الذي استكمل الأسبوع الماضي أن هناك حاجة ماسة لتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين الذين انقطعوا عن أي إمدادات أو خدمات لأكثر من شهرين، ولم تكن الآبار تعمل بدون وقود للمضخات، مما اضطر اللاجئين لاستخدام مياه غير صحية تسببت في أمراض شبيهة بالإسهالات. وأكد اللاجئون للمفوضية أنهم تعرضوا للتهديد والمضايقات من قبل مجموعات مسلحة مختلفة، مشيرين إلى أنه لا تزال تساورهم المخاوف بشأن سلامتهم من عصابات مسلحة تجوب المخيمات ليلا وتقوم بأعمال السرقة والنهب. هذا وطالبت الحكومة بتعزيز الأمن في كلا المخيمين، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى مخيمي شمالبا وحنفاز للاجئين منذ شهر نوفمبر، إلا أن المفوضية أكدت أنها لا تزال تتلقى عددا من التقارير التي تفيد بوقوع أضرار جسيمة في تلك المخيمات، مشيرة إلى فرار العديد من اللاجئين بحثا عن الأمان والغذاء، مما يثير القلق على حياتهم. هذا وتقدمت المفوضية بنداء للأمم المتحدة لمطالبة إثيوبيا بالوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع اللاجئين في منطقة تيغراي، متعهدة الالتزام بالعمل مع الحكومة الإثيوبية للبحث معها عن حلول. نفت الحكومة الصومالية صحة التقارير التي تحدثت عن مشاركة قوات صومالية كانت تتلقى التدريبات في إريتريا في القتال الدائر في إقليم تيغراي الشمالي إثيوبيا. وأشار وزير الإعلام في الحكومة الصومالية عثمان أبو بكر دوبي في 20 من يناير الحالي إلى أنه لا توجد قوات صومالية شاركت في القتال الشمال إثيوبيا.
وصف ما تم تداوله في هذا الصدد بأنه عار عن الصحة تماما. وكان سياسيون وبعض ضباط الأمن السابقين ووسائل الإعلام قالوا في الأيام الماضية أنهم حصلوا على معلومات تفيد بزج الجنود الصوماليين المتدربين في إريتريا في حرب تيغراي دعما للقوات الحكومية الإثيوبية. علق الاتحاد الأوروبي دعمه لميزانية إثيوبيا بقيمة 88 مليون يورو، أي ما يعادل 107 ملايين دولار. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حسب وسائل الإعلام في 16 من يناير أن رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد بحاجة الآن إلى الارتقاء إلى مستوى جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها في عام 2019 من خلال بذل كل ما في وسعه لإنهاء الصراع في إقليم تيغراي. وقال بوريل: نحن على استعداد للمساعدة، ولكن لم يتم منح الوكالات الإنسانية حق الوصول للأشخاص المحتاجين للمساعدة في منطقة تيغراي، فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من صرف دعم الميزانية المخطط لها للحكومة الإثيوبية. أعلن مجلس السيادة السوداني عدم استبعاده تقديم شكوى ضد إثيوبيا في مجلس الأمن الدولي على خلفية أزمة الحدود، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية في 16 من يناير الجاري. وطلب مجلس السيادة وثائق وخرائط تاريخية من بريطانيا، كما طالب مجلس السيادة السوداني الجانب الإثيوبي بالخروج من نقطتين في منطقة الفشقة. وكان رئيس المفوضية السودانية القومية للحدود معاذ ثانغو انتقد في وقت سابق تصريحات السفير الإثيوبي لدى الخرطوم التي قال فيها إن الخرطوم استولت على معسكرات وأراضي في حدود بلاده. متابعي صوت إريتريا الديمقراطية، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار من صوت إريتريا الديمقراطية. الماء الظلم عشنا مخدوعين لسنين، كم شهيد كم غريق كم مصاب كم حزين، كم شريد كم طريد كم أسير كم سجين، هجر الناجي الديار هائما دون دليل، تاركا أما وطفلة، تاركا أما وطفلة، ما لهن سوى الأنين، تائها بين المنافي وخيام اللاجئين، كم صبرنا يا أخي، قد صبرنا يا أخي لسنين وسنين والسنين والسنين.
دعا الداعي ونادى نقلع الظلم سويا. قد كفانا صمت أمس يا أخي، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن. على صوت المنادي مستغيثا في الشباب، قد على صوت المنادي مستغيثا في الشباب. فوثبنا غاضبين وثبت القسط الغضاب، فوثبنا غاضبين وثبت القسط الغضاب. أخطأ من زن يوما، أخطأ من زن يوما، إننا نخشى الذئاب يا شباب الوطن، إننا نخشى الذئاب يا شباب الوطن. نقلع الظلم سويا. قد دعا الداعي ونادى نقلع الظلم سويا. قد كفانا صمت أمس يا أخي، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن. والصبح تجلى معلنا بدء المسيرة، هو الصبح تجلى معلنا بدء المسيرة. نهض الشعب وهبى بادأ الزحف الكبيرة، نهض الشعب وهبى بادأ الزحف الكبيرة. لا ولن نرضى الهوان، لا ولن نرضى الهوان، بعد أن بان السبيل يا شباب الوطن، بعد أن بان المسير يا شباب الوطن. نقلع الظلم سويا. قد دعا الداعي ونادى نقلع الظلم سويا. قد كفانا صمت أمس يا أخي، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن. كسرنا كل قيد همنا أرض الجدود، قد كسرنا كل قيد همنا أرض الجدود.
سوف نمضي بشموخ قد عزمنا أن نعود سوف نمضي بشموخ قد عزمنا أن نعود فاسمعي يا دنيا إنا فاسمعي يا دنيا إنا عائدون لنسود يا شباب الوطن عائدون لنسود يا شباب الوطن أيها الظالم ارحل كم هدمت كم وكم أيها الظالم ارحل كم هدمت كم وكم قد كفاك سوء صنع وكفى الشعب المحن قد كفاك سوء صنع وكفى الشعب المحن قادمون لنغير قادمون لنغير قادمون قادمون يا شباب الوطن قادمون قادمون يا شباب الوطن نقلع الظلم سويا قد دعا الداعي ونادى نقلع الظلم سويا قد كفانا صمت أمس يا أخي قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن يا شباب الوطن يا شباب الوطن صوت إريتريا الديمقراطية تقدم مساحة حرة. مساحة حرة فقرة تقدم من خلالها صوت إريتريا الديمقراطية آراء متابعيها على أن ما يرد فيها لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر صوت إريتريا الديمقراطية إنما عن وجهة نظر كاتبها. مرحبا بكم مجددا متابعي صوت إريتريا الديمقراطية. فقرتنا التالية مساحة حرة فيها نتابع مقالا لأحد المتابعين. كونوا معنا. الاصطفافات القبلية والإقليمية عقبة كأداء أمام النضال الديمقراطي بقلم أبو يحيى. يقول الكاتب: في البدء أود أن أسجل ملاحظتين. الأولى هي أني لن أتطرق إلى أي ظواهر في المجتمع الإريتري في داخل أرض الوطن، لأن الكل يعلم بأن النظام الدكتاتوري قد حول البلاد إلى ثكنة عسكرية تنظمها في مختلف المجالات قوانين وإجراءات صارمة لا تسمح للمواطنين التعبير عن آرائهم وميولهم ومشاعرهم. الثانية غياب الرعاية الاجتماعية للدولة الوطنية في إريتريا داخل أرض الوطن، ناهيك من استيعاب اللاجئين والمهاجرين من أبناء الوطن. في ظل هذا الغياب وعدم توفر الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الإريتري، وفي ظل هذه الظروف تأسست جمعيات وروابط في إطار القبيلة والإقليم خارج البلاد
لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمنتمين إليها حينما يتعرضون لمشاكل وأزمات لا يستطيعون مواجهتها كأفراد. إذن كان الهدف الأساسي في البداية هدفا اجتماعيا بحتا، ولا أجافي الحقيقة إن زعمت أن البعض من تلك الجمعيات لعبت دورا وطنيا في الخمسينيات وبداية الستينيات. وأود أن أشير في هذا الصدد إلى الدعم المادي الذي كانت تقدمه بعض واجهات جمعية الجبرتة وجمعية أبناء مصوع في المملكة العربية السعودية لنادي الطلاب الإريتريين في القاهرة، وكذلك الدعم المادي والمعنوي الذي كانت تقدمه لجبهة التحرير الإريترية. إنما الذي أعنيه تحديدا هو الوضع الراهن في صفوف الإريتريين في بلدان المهجر، وبصفة أخص منذ الثمانينيات. تزامن ذلك مع الانتكاسة التي تعرضت له جبهة التحرير الإريترية، فمنذ ذلك الحين تناسلت الجمعيات والروابط تحت شعارات اجتماعية، ولكن الحال يختلف عن ذلك، فقد انزلق البعض إلى مستنقعات التعصب القبلي والإقليمي وإشاعة العداء والكراهية ضد الطرف الآخر، ذلك الآخر الذي ينتمي إلى الوطن والعقيدة الدينية. وتمتلئ صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي بما يثير البلبلة في صفوف الجماهير ويعمل على إشاعة تزييف الوعي الوطني. وكانت المحصلة النهائية خلق مناخ غير صحي لتقريب المسافة بين مختلف المكونات الاجتماعية، ما يصعب الوصول إلى تمتين الوحدة الوطنية، ذلك الشرط الأساسي لتصعيد النضال الديمقراطي وإسقاط الدكتاتورية وإقام نظام المؤسسات الديمقراطية. لم تعد تلك التكتلات القبلية والإقليمية تخجل من التعبير عن عدائها للفصائل الوطنية والحلقات السياسية التي تناضل لإشاعة الوعي الديمقراطي، بل تعمل ليل نهار على محاربة التوجهات والتيارات الوطنية المختلفة. وظلت تلك التجمعات بطرق مباشرة وغير مباشرة تعمل من أجل إضعاف التيارات الوطنية والديمقراطية والالتقاء في منتصف الطريق مع النظام. وهناك أدلة عديدة تشير إلى أن أجهزة النظام تمكنت من اختراق العديد من تلك التجمعات التي تنشط في صفوفها التيارات القبلية والإقليمية. لذا أصبح لزاما أكثر من أي وقت مضى على كافة القوى الوطنية التي تناضل من أجل إقامة البديل الديمقراطي مواجهة التيارات القبلية والإقليمية مواجهة جادة. ولا بد في هذا الصدد من تكريس الجهود على مهمتين نضاليتين ملحتين: الأولى إشاعة الوعي الوطني والديمقراطي عبر مختلف الوسائل وبمختلف اللغات الوطنية. ثانيا مواصلة الحوار بين مختلف المنظمات والحلقات والشخصيات المناضلة من أجل إقامة جبهة وطنية ديمقراطية عريضة تستطيع استقطاب كافة الطاقات المادية والمعنوية لإسقاط الدكتاتورية وإقامة البديل الديمقراطي. ولا شك أن ذلك لن يبدأ من فراغ، فهنالك المجلس الوطني الذي يمكن تطويره وتوسيعه وصولا إلى ذلك الهدف النبيل، وكل ذلك بالتركيز على كشف وتعرية الاصطفافات القبلية والإقليمية. أبو يحيى. Anu la le gera maru
دنانمت إيجل كافو تكريمو فرنجي دنانمت لالجي داوي ويو فرنجي دنانمت لالجي داوي فرنجي دنانمت ضحكي حورقة دي شاف فرنجي دنانمت ما تنبور كرومزي مشا فرنجي دنانمت عسوسي دي ساني شاف فرنجي دنانمت لالجي داوي ويو فرنجي دنانمت لالجي داوي فرنجي دنانمت فرتتي كورل دمحي دنانمت هاي حيرارك ورد حي فرنجي دنانمت كلنا بلو وقت قحي فرنجي دنانمت يا حناك الحي يا حنا فرنجي دنانمت دقحك صلا سنسنا فرنجي دنانمت قنينين بس كاك حنا فرنجي دنانمت لالجي داوي. صوت إريتريا الديمقراطية تقدم برنامج منوعات. منوعات برنامج تتناول فيه صوت إريتريا الديمقراطية قضايا مختلفة ومتنوعة في كل ميادين الحياة. نأمل أن تجد رضا المتابعين. أهلا بكم مجددا متابعي صوت إريتريا الديمقراطية. الآن إلى فقرة منوعات. إريتريا والبحر الأحمر عبر التاريخ. تشكل إريتريا عمقاً استراتيجياً مهماً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر باعتبارها البوابة الجنوبية المشرفة على مضيق باب المندب. وشق قناة السويس عام 1869 جعل من البحر الأحمر أحد أهم الممرات البحرية في العالم بعد أن كان معزولاً وبعيداً لفترة طويلة من الزمن. تشكل إريتريا منذ القدم حلقة اتصال تجاري وحضاري بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. ولا شك أن هذا الموقع الاستراتيجي الهام قد جعل إريتريا منطقة صراع ونفوذ وموضع اهتمام وأطماع المستعمرين عبر التاريخ، حيث تعرضت لعدة حقب استعمارية. في شهر رجب من العام 8 قبل الهجرة الموافق 614 ميلادية كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. وهناك على أرض مصوع أو باضع كما كان يطلق عليها العرب قديما، قام الصحابة ببناء أول مسجد في الإسلام المسمى بمسجد رأس مدر. ومصوع هي بوابة دخول الإسلام إلى شرق ووسط إفريقيا. البجا. قال ابن سعيد عن البجا أنهم مسلمون ونصارى وأصحاب أوثان، ومواطنهم في جنوب صعيد مصر مما يلي الشرق فيما بين بحر القلزم
البحر الأحمر وبين نهر النيل على القرب من الديار المصرية وقاعدتهم سواكن. وقال أبو العباس القلقشندي في كتابه الصبح الأعشى في صناعة الإنشاء عن سواكن: أخبرني من رآها أنها جزيرة على طرف بحر القلزم من جهته الغربية قريبة من البر يسكنها التجار وصاحبها الآن من العرب المعروفين بالحداربة، ولهم مكاتبة عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية، ويقال في تعريفه الحدربي بضم الحاء. ملوك البجا: من أشهر ملوك البجا الملك بشر ابن مروان ابن إسحاق. بسط أمراء هذا البيت نفوذهم على ممالك البجة المترامية الأطراف من مصوع حتى جنوب أسوان، وتولوا حكوماتها بتقليد من مصر، وكان يلقب أمير البجة الحدربي. وكان يكتب له في الأبواب السلطانية المصرية حتى أوائل القرن التاسع الهجري بالعنوان الآتي: المجلس السامي الأميري الحدربي. وبقوا على هذه الحالة حتى آخر عهد المماليك، وكانت تحت بشر بن مروان 3000 محارب من ربيعة ومضر واليمن، و30,000 من الحداربة من مسلمي البجا ممن أسلموا نتيجة لتداخلهم مع ربيعة. وبقيت مملكة البجا في العائلة الحدربية إلى عهد السلطان سليم عام 1923، حيث أمر بسلخها عن الخلافة العثمانية وولى عليها أمراء وأتبعها لمصر. وكان للبلو والحداربة 5 ممالك، 3 منها ضمن حدود إريتريا الحالية و2 ضمن حدود السودان. اشتهرت مدينة عذاب الميناء البجاوي كميناء رئيسي لحجاج بيت الله الحرام من المصريين والسودانيين، وكانت زاهرة بالعمران والتجارة، وكانت عذاب مقر ملك البجا الحدربي في الإقليم الشمالي. لقد كان على عذاب وال من مصر يقتسم ريعها مع زعيم البجا الحدربي، وقد تزايد نصيب زعيم البجا من نصف الدخل إلى معظمه، ثم كان نصيب الحدربي ممن كان عليه تأمين التجارة من شرور قومه 1/3 لدى زيارة ابن بطوطة للمنطقة، حيث رأى ابن بطوطة في رحلته إلى عذاب سلطان البجا الأمير الحدربي وهو يحارب الأتراك حتى هربوا منه وخرق السفن. فاضطر ابن بطوطة إكمال رحلته برا عن طريق سيناء. أنشأ الحداربة البلوان مدينة هجر أو هجر نسبة لمدينتهم في جزيرة العرب، وكانت عاصمة ممالك البجا للزعيم العربي. متابعينا الأفاضل، قدمت لكم فترة المنوعات من صوت إريتريا الديمقراطية.
نابوسي 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 وحري قمصة نابوسي نابوس تبلع وتستي وحري قمصة نابوسي 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 وحري قمصة نابوسي نابوس حتى قلبتي وحري قمصة نابوسي يا وجلو وجلوبا وحري قمصة نابوسي نابوس تمرو العدبا وحري قمصة نابوسي تنكركم ما يعصبا وحري قمصة نابوسي يا وجلو وجلوبا وحري قمصة نابوسي يا وجلو وجلوبا وحري قمصة نابوسي وبتها من سنات كردي بعفياتو لو أكلا داراتو وبتها كرينك والديتو تحبنيت أول ولا فنجينا يوم طمع البركتو لما بادقينا فرفار لي ديول عالدلالة تعرفينا العناق دم حبر سنينا دوبانا حبن طروب وقانا دلالة تتنتكت كليت وديت ربعتو شنن حلا بردا حياتك بدبعتو سب سرحنا وبصوت من ساتنا حلابو بركت لي ديف قروط عمدو ولا رعدابو الحناق دم حبر سنينا دوبانا حبن قروب وقانا لو كتبت حتوت منيت سنيت للفتيا شباب قدم تتلهي وتمدح قلوليا وربي وهوريا شليل وصوميا برج باس يوفو من ساعتات قنبيا شان بري ودي لا تقابل دلهيا دوبا 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 كشن علوبا دوبا 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 كشن علوبا بالشراب قل مرعى ومرعى بالشراب قل وادين صبورات بالشراب قل عقال سبقومات بالشراب فقور عرادي بافيات شنكب عيرة فارفة دلالت نتكت او كيرات علل يوم طامت هلت للوقت مرعاوي سني امسك الكدر قصو الشيكا مرعاوي واللي ما دايو بكيت لقبال دايو وبعريت ورق شمكولو برشم السيف بتكولو مرعاوي نوو وجدا وكورو ذهب وفدا لسلما يا لسلما سرعي بيتك ستكون بيتما ولدي ولدي شانت ولدي عرقي ملكي ولدي ولدي أفحليب ولدي سالت بكره يا ولا لو بار بالله يا حكو قاسة عادة تتليا يا ولا لو بار بالله يا حكو قاسة عادة تتليا متابعينا الأعزاء، هكذا نصل بكم إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. صوت إريتريا الديمقراطية.